السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم خبز تاكوس اولا خبز تورتيلا اللي كيجي رائع بزاف، كيجي ناجح 100%، احسن من اللي كيتباع. كيجي تاكوس اللي كيكون ناجح 100%. فنتمنى تجربوه ونتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. فضلا منكم وليس امرا تخليوا لي لايك للفيديو والاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه ديالي، وما تنساوش تبارطاجيو لي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم، باش تعم الفائده. وندوزو لطريقه التحضير ديال هذا التاكوس. واحد القصريه عندي 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض، عندي شويه ديال الملحه، 3 معالق ديال الزيت النباتي، وغادي نضيف كاس ونص ديال الماء اللي تيكون طايب، الماء اللي تيكون تالق الصبوله ديالو، يعني ضروري يكون الماء طايب مزيان باش ينجح معكم هذا الخبز. في الاول غادي نخلطو غير بملعقه كما كتشوفوا معايا، لان الماء تيكون سخون بزاف، فغادي نخلطو بالملعقه. عاد غادي نديرو يدينا وغادي نجمعوا العجين ديالنا. ما غاديش ندلكوه، غادي غير نعجنوه واحد شويه فقط، وغادي نخليوه يرتاح تقريبا واحد 2 دقائق، او لا تقدروا تخدموا به يعني نيشان بلا ما تخليوه يرتاح حتى ديك 2 دقائق. انا هنا غادي نجمع العجين ديالي، واخا سخون داك الماء، ولكن ضروري كنجمعوا العجين ديالنا ما حدو، يعني داك الماء سخون، ما غاديش نخليوه حتى كيبرد. صافي هنا غادي نجمعوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. غادي نحصلوا على العجين اللي تيكون شويه رطب، ما يكونش العجين قاصح بزاف. نتوما غتشوفوا معايا كيفاش خاصو يكون العجين. انا غادي نجمعوه فقط، يعني ما غاديش ندلكو، غادي غير نعجنو شويه وغادي نخليوه يرتاح تقريبا 2 دقائق، ولا تقدروا تخدموا به يعني في البلاصه. غادي نخلي العجينه ديالي كما كتشوفوا معايا، العجينه يعني شويه رطبه ماشي بزاف تاني. هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش خاص يكون العجين. وغادي نغطيوه بالسلوفان، غادي نخليه 2 دقائق فقط، وغادي ندوز نقطع العجينه ديالي. ما غاديش نخليوها ترتاح يعني الوقت اللي هو طويل بزاف. تقدروا تخدموا بها نيشان بلا ما تخليوها حتى يعني 2 دقائق. انا خليتها 2 دقائق ارتاحت لي العجينه ديالي. صافي غادي نقطعها كويرات على هذا الحجم اللي كتشوفوا معايا، كويرات اللي هما كبارين شويه على حساب القياس اللي بغيتو نتوما تقطعوا العجين ديالكم. بغيتوه تاكوس اللي هو صغير غادي تقطعوا العجينه ديالكم صغيره، بغيتوه كبير بزاف غادي تقطعوه كبير بزاف. انا درتو يعني بين وبين، درتو في المقله الثقيله اللي عندي. الا عندكم المقله اللي هي كبيره تقدروا تقطعوا العجين ديالكم كويرات اللي هما كبارين شويه باش تحصلوا على طاكوس اللي هو كبير بزاف. انا هنا غادي نقطع العجين ديالي بهاد الكويرات اللي كتشوفوا معايا بهاد القياس. غادي نغطيهم شويه، ما غاديش نخليهم يرتاحوا، غير غادي نغطيهم بالسلوفان. وغادي نبدا باول كره قطعتها ديال العجين، وغادي نبدا نبسطها في سطح العمل اللي غادي نرشو بالدقيق الابيض. وغنبقى نرش العجين ديالي بالدقيق، وانا كنبسط فيه حتى كنرقق العجينه مزيان على هاد الشكل اللي غتشوفوا معايا. في هاد المرحله درنا المقله ديالنا باش تسخن، نقصت عليها النار، وغادي نرقق العجينه ديالي بهذا الشكل اللي غتشوفوا معايا. ضروري ترققوه مزيان باش يجيكم يعني خبز طاكوس، يجيكم بحال اللي كيتباع في المحلات، يجيكم رقيق ويجيو زوين. من بعد ما قرصت الخبيزه ديالي مزيان او العجينه على هذا الشكل اللي غتشوفوا معايا، هذا هو السمك ديال العجين. وغادي نديروها باش طيب. كنقصوا النار على المقله، كنشعلوا عليها غير بشويه، وتندير الخبيزات ديالنا باش يطيبوا. انا غادي نعاود نقرص معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. انا اللي قرصتها او اللي بسطتها كنديرها طيب. بغيتو نتوما ديروهم كاملين بحال هكا تقرصوهم كاملين، عاد تبداو طيبوا فيهم، فتيبقى لكم الاختيار. انا هنا اللي درتها يعني اللي بسطتها صافي كنديرها باش طيب. وغادي نديروها باش طيب. النار كما قلت لكم خاص يكون يعني ناقص النار على المقله، ما يكونش مجهد. هانتوما كتشوفوا معايا الخبيزه خاصها تكون رقيقه. وصافي كنديروها في المقله ديالنا، غير كنحسوا بها بدات كتنشف كنقلبوها. ما تنخليوهاش الوقت اللي هو طويل بزاف باش ما تحرقش لينا وتقصح لينا الخبيزه. فضروري تنبقاو نقلبوها كل شويه حتى كتاخذ هذا اللون اللي غتشوفوا معايا، وكتكون محمره بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا. وصافي كنحصلوا على خبيزه ديال الطاكوس اللي كتكون يعني بحال اللي كتباع على برا. تنبقاو نقلبوها وتنحركوها هكايا باش يطيبوا ليها الجناب. انا قلبت المقله ديالي، عاد كنطيب الخبيزات ديال الطاكوس باش يجيوني يعني الخبيزات كبارين شويه. فقلبت يعني المقله لان عندي المقله شويه صغيره،
فطيبوهم نتوما عادي في المقله ديالكم اللي عندكم كبيره، اولا على حسب القياس ديال الخبز الطاكوس اللي درتو نتوما، واش صغير ولا كبير. هنا صافي من بعد ما طابت ليا غادي نحيدها وغادي نديرها في واحد المنديل ديال المطبخ مع واحد البلاستيكه. كنفرشوا المنديل في ديك البلاستيكه وتندخلوا ديك الخبيزه تنغطيوها مزيان باش ما تنشفش لينا ديك الخبيزه وتكرم. وصافي غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه كما كتشوفوا معايا. كنديرها في المقله غير كتبدا يعني تنشف ليا، تنقلبها وتنبقى نحركها بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كنبقى ندورها باش كاع الجناب ديالها يطيبوا، وتنقلبوها حتى كتاخذ لينا هذا اللوين هذا. وصافي كنكملوا بنفس الطريقه حتى كنساليو كاع الخبيزات ديالنا ديال الطاكوس. وصافي من بعد ما طيبتها غادي نحيدها وغادي نديرها في بلاستيكه مع المنديل كما كتشوفوا معايا. ضروري تغطيوهم مزيان باش يرجع فيهم ديك السخونيه اللي كتكون فيهم فاش يلا طيبين، باش يرطبوا لكم وما يقصحش لكم الخبيز ديالكم. كما كتشوفوا معايا الخبيز تيجي رائع بزاف، بحال اللي كيتباع ولا احسن من اللي كيتباع في المحلات. ناجح 100%. يعني الطريقه ديالو سهله ما تياخذش معنا الوقت طويل بزاف تتوجدوه. هنا غادي نقطعو باش يجيني قياس واحد. بغيتو تخليوه نتوما يعني بلا ما تقطعوه تقدروا تخليوه، راه كيجيو خبيزات اللي هما كبارين وتيجيو زوينين. انا هنا غادي نقطعو باش يجيني قياس واحد. كندير واحد الغلاقه على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا وكنقطع بالقطعه ديال البيتزا اولا بموس. غادي نحيدو ليه يعني دوك الجوانب اللي حيدنا اللي قطعناهم، وكنحصلوا على خبز طاكوس اللي زوين بزاف. احسن قلت لكم اللي كيتباع راه كيجي رائع بزاف، كيجي ناجح 100%. فنتمنى تجربوه، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. وغادي ندوز نصايب معكم به واحد يعني الطاكوس اللي غادي تشوفوه معايا. راه كيجي رائع بزاف بزاف. راه كديروا في بلاستيكه كطيبوا فيه داك القياس اللي بغيتوه كديروه، يعني تقدروا ديروا كميه كبيره وديروها في الثلاجه ديالكم ما كيطرى ليه حتى شي حاجه. غير خاصكم ديروا في البلاستيكه مزيان باش ما يوصلوش البرد او لا، يعني ما يوصلوش الريح ويقصح معكم باش يبقى طري كما كتشوفوا معايا. انا غادي نصاوب معكم الطاكوس. غادي ندير الصلصه ديال الطاكوس وغادي ندير بطاطا فريت اللي قليناها. غادي ندير الدجاج اللي طيبته، والدجاج كنديروه مع واحد الياغورت مسوس مع التوابل ومع شويه ديال لا موطارد. كنخليوه حتى كيتشرب لينا دوك التوابل مع داك ياغورت مسوس وداك لا موطارد. عاد كنطيبوه وكنطيبوه مع شويه ديال الزيت كنقصوا عليه حتى كيطيب لينا، كيطلق داك الماء اللي تيكون فيه. تنخليوه حتى كيطيب على خاطرو وصافي كنشحروه مزيان وتينشف لينا من داك الماء. وكنخليوه حتى كيبرد وكنستعملوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا مع الطاكوس ديالنا. غادي نديرو شويه ديال الفرماج ولا الجبن الاحمر مع الموتزاريلا. غادي نعاود ندير شويه ديال لاصوص ديال الطاكوس، وغادي ندير الفرماج المربع ديال الساندويتش. غادي نجمع الطاكوس ديالي على هذا الشكل اللي غتشوفوا معايا، وغادي نديرو في اللاطه اللي فرشنا ليها ورق المطبخ اولا ورق الزبده، اولا تقدروا تدهنوا اللاطه ديالكم بشويه ديال الزيت. وصافي غادي نديرو الطاكوس ديالنا في اللاطه. غادي نقلبوه على هذا الشكل. تقدروا طيبوه في البانيني الا بغيتو. غادي نعاود معكم واحده اخرى بنفس الطريقه. كنديروا الصلصه ديال الطاكوس مع الفريت ومع الدجاج. وصافي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. الطريقه ديالو سهله وصراحه كيجي بنين كيجي لذيذ بزاف. سهل في التحضير ديالو. وصافي كنديروا الجبن كنديروا معاه شويه ديال الصلصه ديال الطاكوس مع داك الفرماج المربع ديال الساندويتش. كنجمعوا الطاكوس ديالنا وكنديروهم في اللاطه على هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كنديروا شويه ديال الكيتشوب من الفوق، كندهنوه مزيان الطاكوس ديالنا، وكنديروا ليه الفرماج مع يعني الموتزاريلا مع الفرماج الاحمر بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كنديروا شويه ديال الفلفله خضراء كنزوقوا بها بهذا الشكل. وصافي كندخلوا الطاكوس ديالنا للفران اللي تيكون سخون من قبل. كنجهدوا عليه النار باش يعني كيطيب لينا دغيا وكيتقرطى لينا بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كيجي رائع بزاف كيجي لذيذ، فنتمنى تجربوه. غادي نقطع معكم واحد باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجي رائع بزاف كيجي لذيذ معلك بداك الفرماج اللي كنديروا ليه للداخل. كيجي زوين بزاف، فنتمنى تجربوه. الخبز راه ناجح 100% من اول تجربه.
فنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، فضلا منكم وليس امرا تبارطاجيوه ليا مع الاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوهم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ومع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.